وزي اللي قبلنا ما قالوا خد اللي يحبك وما تاخدش اللي تحبه. هل يا ترى المثل ده صحيح في الحقيقة وينفع كل العلاقات تعمل بيه؟ ده اللي هنعرفه مع أبطال مسلسلنا. بيبدأ مسلسلنا في طوكيو سنة 2019 وبطلتنا راكبة طيارة، فبتحكي عن نفسها انها دايما عندها أحلام كتيرة نفسها تحققها بس ما عندهاش مستقبل، ونفسها تتعلم الموسيقى لكن ما كانش عندها الجرأة تعمل كده، وده لأن ما عندهاش الثقة اللي تخليها تكمل في المهنة دي. علشان كده سافرت لليابان بالصدفة، وبسبب ان زميلتها بتعيش هناك وانها ما كانتش عاوزة تقعد في البيت بسبب تحكمات والدها وانها عاوزة تكون حرة. في الوقت ده بنشوفها وهي بتحاول تعدي الشنط بتاعتها بس بتكون كتيرة قوي وكبيرة فبتقع على الارض وهي بتسحبهم. بعدها بيجي شاب بيساعدها وبيشيل معاها الشنط، فبيسألها انت كويسة؟ بترد تقول له اه. بيقول لها هو انت كورية؟ بتقول له ايوه. وبعدها بيشيل عنها الجيتار بتاعها. في الوقت ده بتيجي صاحبتها اللي اسمها جي وبتنادى على بطلتنا وبنعرف ان اسمها هونغ، وبيقعدوا كده يتكلموا حبة حلوين، لا وكمان بيتصوروا، وهونغ ناسية ان في واحد شايل شنطتها. اهو ده اخرة اللي يساعد بنات الايام دي. لكن الحمد لله بتفتكر بطلتنا الشاب اللي ناسياه وبتعتذر له وبتاخد الجيتار بتاعها. بعدها بتسألها صاحبتها مين ده، فبترد عليها هونغ وبتقول لها انه ولا واحد. اه والله زي ما بقول لك كده، يعني انت نكره ولا ومساعدتك دي عادي، ما انت راجل لازم تعمل كده. فبتقول لها صاحبتها اوعى يكون اللي في بالي صح. بترد عليها هونغ بسرعه وبتقول لها لا لا انت فاهمه غلط. في الوقت ده بتطلب هونغ من الشاب انه يصورهم وبيشكروه، وبعدها بيمشوا وهنا بيروحوا على البيت وبيشربوا. فبتتكلم جي مع هونغ وبتقول لها انا مش مصدقه انك سمعتي كلامي وجيتي هنا. فبترد عليها هونغ وبتقول لها انت اللي طلبتي، فاي خدمه يا باشا. وهنا بيحتفلوا سوا انها اخذت خطوه السفر دي اخيرا. في الوقت ده بتسالها جي هو انت ازاي مامتك وافقت؟ ده انا قلت انها هتعمل معاكي مشكله على الحوار ده. فبترد عليها هونغ وبتقول لها انها اصلا ما تعرفش علشان ما حبيتش ان اقلقها عليا. فبتستغرب جي وبتتخض وبتقول لها ده انت طلعت مجنونه قوي. فبترد عليها هونغ وبتقول لها ان انا من النهارده هعيش حياتي زي ما انا عاوزه، من النهارده هكون انسان جديد وبكره هشيل حديد. فبتقول لها صاحبتها انت بتتكلمي كده وكانك ما كنتيش عايشه قبل كده، على العموم انت خدت القرار الصح. في الوقت ده بتقعد هونغ تجرب تعزف على الجيتار بتاعها وبتفتح تليفونها وبتتفرج مع صورها مع جي. فبتشوف الشاب اللي ساعدها موجود في صوره منهم وبتقعد كده تفتكر لحظه ما شافته. وتاني يوم الصبح بتصحى بدري وبتطلب من صاحبتها انها عاوزه تروح المحطه جري. فبترد عليها جي وبتقول لها بس المكان ده كبير. فبتقول لها هونغ ايه رايك تيجي معايا؟ فبترد عليها جي وبتقول لها ده انت بتحلمي. في الوقت ده بتوصل هونغ فعلا للمحطه وبتقعد تجري كده شويه، وبعدين بنشوفها وهي بتتكلم مع زميله ليها وهي بتقول لها انها حابه تكمل دراسه الاداب لانها بتحب الشعراء الكوريين اللي درسوا في اليابان. وبتكمل كلامها بانها مش شاطره قوي ولسه ما عندهاش لا خبره ولا تجارب سابقه علشان يعني تبقى شاعره، بس يعني هتحاول تعمل اللي عندها وتجيب اخرها. فبترد على زميلتها وبتقول لها لو احتجت اي مساعده في التقديم عرفيني وهساعدك. في الوقت ده بتشكرها هونغ. بعدها بتطلع هونغ تتمشى وبالصدفه بيعدي قدامها باص بيكون في نفس الشاب اللي ساعدها قبل كده، وفي الوقت ده هو بيشوفها لكن هي مش بتشوفه. وهنا بتروح هونغ على البيت، وفي الوقت ده بتكون بتعمل السي في بتاعها وبعدها بتتعصب وبتقطع الورقه وبتقول بعصبيه انا هكتب السي في ده ليه اصلا والشغل دوام جزئي. في الوقت ده بتصبرها جي وبتقول لها ان ده شيء اساسي هنا في اليابان. فبتقول لها هونغ ازاي اوصف نفسي يعني في صفحه واحده وانا النهارده بشخصيه ومود مختلف عن امبارح او عن بكره؟ فبترد على جي وبتقول لها اكتبي حاجه واقعيه مش شرط تكون مثاليه. وفي الوقت ده بنشوفها وهي بتروح تقدم السي في بتاعها في اكتر من مكان علشان بتدور على شغل، لكن للاسف مش بيحالفها الحظ في ولا واحد منهم. في الوقت ده هي بتيأس. بعدها بنشوف عرض شغل بمرتب حلو، وفي الوقت ده بيكون الشاب داخل لنفس المكان في نفس الثانيه. يا سبحان الله، فكل واحد بيبدا يعزم على التاني انه يدخل الاول، فيعني ليديز فيرست. فبتدخل هونغ، ما نقدرش نتكلم فيها دي. ولما بيدخلوا العامل بيقول لهم انهم لسه ما فتحوش، فبيردوا في نفس الوقت انهم جايين بخصوص اعلان الشغل. بعدها بيقعد المدير مع كل واحد فيهم، فبيسال هونغ وبيقول لها هو انت كوريه؟ فبترد عليه وبتقول له ايوه، ولكن انا عشت في اليابان وعارفه اللغه كويس. بعدها بيوجه كلامه للشاب وبيقول له ايه ده انت دارس اداب ياباني؟ يعني انت تعرف اللغه كويس قوي. فبيرد وبيقول له ايوه. في الوقت ده بتدخل هونغ في الكلام علشان تلحق نفسها وتظهر مهاراتها، وبتقول له انها بتعرف تتكلم كوري وياباني علشان كده انا اقدر اساعد الزبائن الكوريين بسهوله. فالمدير بيسال الشاب انت بتعرف تتكلم كوري؟ بيرد وبيقول له لا. في الوقت ده بتفرح هونغ جدا، يخرب بيت كده انت معجونه بميه ايه يا بنتي؟ ده الراجل لسه مساعدك من شويه. وهنا بيستغرب الشاب من ردة فعلها، بصراحه يعني عنده حق، دي ما عندهاش بربع جنيه شكر ولا عرفان حتى. بعدها بيكمل كلامه وبيقول للمدير بس انا اشتغلت في اماكن كتيره من وانا صغير وصرفت على نفسي ودراستي كمان. طبعا يا عزيزي المشاهد هتقول واحنا مالنا نعرف انه كان مجتهد ولا لا؟ هقول لك والله عندك حق، بس هنحتاجها قدام، ما تستعجلش على رزقك. في الوقت ده بتبدا هونغ تستعطف المدير وبتقول له ده انا بنت وجيت لوحدي اليابان وعندي ايجار شقتي مش عارفه اسدده، والنبي شغلني معاك بقى، ده انا شخص كيوت جدا. واخيرا بعد مناهده طويله المدير بيقول لهم انه محتاج عامل واحد بس، واننا ممكن نعمل اختبار بسيط كده نشوف مين اللي يستحق يشتغل، وانتم الاتنين هتعملوا دوريه هنجرب يعني، واللي هيكون افضل هو اللي هيشتغل. شفت بسيطه ازاي؟ في الوقت ده بيبدا كل واحد فيهم يشتغل وبيبين قد ايه هو عايز يشتغل، وهنا بيراقبهم المدير
المدير، وبيكون محتار مين فيهم اللي يشتغل لان الاتنين مناسبين جدا. في الوقت ده بيدخل واحد بيبان عليه انه سرسجي وبلطجي في نفسه وبيطلب المنيو، فبتروح له هونغ وبتعرض عليه الاكل الموجود، بس بيكون باين عليه انه مش فاهم حاجه ومتضايق، وبيطلب حد يكون بيتكلم ياباني، وبيعترض على وجودها لانها اجنبيه بالنسبه لبلدهم ولازم يهتموا براحه الزبون ويعلموهم اللغه الام للبلد. فبيقول له الشاب قبل اي حاجه انت لازم تعتذر عن اللي انت قلته دلوقتي. فبيرد عليه الزبون وبيقول له انت اتجننت، ده انت جريء بقى علشان تقول لي اعتذر. وبيقول له مش هعتذر. فبيرد عليه وبيقول له يبقى لازم تمشي دلوقتي. وبيمشي فعلا وهو غضبان. واخر اليوم بيروح يتكلم مع المدير وبيعتذر له بسبب الزبون الغلس اللي كان موجود الصبح. فبيرد عليه المدير وبيقول له ولا يهمك عادي حصل خير. فالمدير بيقول لهونغ تقدري تبداي شغل من بكره. وبعدها بيمشي الشاب وبنعرف ان اسمه كونغ. ايه ده يعني مش هتوقفيه تشكريه حتى على شهامته؟ ده انت ست مش جدعه على فكره. طبعا عزيزي المشاهد دي شخصيه ملناش دعوه بيها. في الوقت ده بتخرج هونغ مع صاحبتها علشان يحتفلوا بمناسبه الشغل الجديد، وهنا بتسالها صاحبتها عن كونغ، فبتقول لها انها ما تعرفش عنه حاجه، وتقريبا كده فتح عربيه اكل وبيشتغل فيها. وبعدها بفتره بتشوف هونغ صاحبنا وهو بيشتغل على عربيته اللي بتكون قريبه من المحل اللي بيشتغل فيه، وبرضه المدير بيشوفه وبيكون مبسوط من اجتهاده. وفي يوم بتقرر هونغ تروح لعربيه كونغ علشان تشتري منه اكل، وفي الوقت ده بيكون مبسوط قوي انه شافها. بعدها بتاخد الاكل وبتروح على المطعم وبتعزم على زمايلها. ففي واحد منهم بيقول لها ان هو معتمد عليها في تنظيف المركز التجاري، وهنا هي بتطمنه انها تعمل كل اللي هي هتقدر عليه. بعدها كده الشخص ده بيغمز للمدير وكانهم متفقين على حاجه معينه بس ما بنعرفهاش. خلينا وراهم عزيزي المشاهد. وتاني يوم الصبح بتروح للمركز، وهنا المسؤول بيبدا ينادي على اسم كل واحد متطوع، وبيكون من ضمنهم كونغ اللي بيوصل متاخر. وهنا بتتفاجئ هونغ من وجوده، وفي نفس الوقت يعني بتكون مبسوطه. بعدها كده بيهزروا مع بعض، وفجاه بيجي اتصال لهونغ من اختها اللي مره واحده امها بتاخد منها الفون وبتهزق هونغ لانها سافرت لوحدها من غير ما تعرفها. في الوقت ده بنشوف كونغ بيعرض على هونغ انه يعزمها بعد ما تخلص شغل، وبعدها بيخرجوا وكل واحد بيبدا يتكلم عن نفسه وهي بتعمل ايه هنا، وهل هتفضل موجوده في اليابان ولا هتكون عابر سبيل ومش هتحقق اي حاجه، وان امها اقرب حد ليها بس مش بتقدر تفهمها. فهنا هي بتقول له انت بتدرس الادب؟ فبيرد عليها كونغ ايوه. فبتقول له انها كمان كانت بتدرسه. فبيرد عليها وبيقول لها ان بينهم حاجات مشتركه كتير. وفي الوقت ده بنشوفهم بيقضوا وقت سوا مع بعض وبيلعبوا. فبتكسب لعبه وبتكون عاوزه لعبه تانية بس ما بتعرفش تكسبها وبتزعل. خلي بالك عزيزي المشاهد، ممكن تكون دي تفصيله مش مهمه بالنسبه لك بس هنعرف اهميتها بعدين. اوعى تغمض عينيك. وهنا هم بيتمشوا سوا وبتقول له انها هتفضل هنا مش هتسافر. فبيقول لها وانت سكرانه؟ فبترد عليه وبتقول له لا. قال لها طب فين بيتك علشان اوصلك؟ فبتقول له انها تعرف تروح لوحدها. فبيقول لها ازاي؟ بتقول له هجري. فبيقول لها يا شيخ هتعرفي تجري في الجو ده لان الجو بيكون فيه مطر. وبتقول له انها اسرع منه وبتجري فعلا. وتاني يوم الصبح بتصحى بطنها وجعاها. فصاحبتها بتقول لها وانت شربت قد ايه امبارح وشفت كونغ ولا لا؟ فبتقول لها ايوه. وبتقعد كده تفتكر اللي حصل بينهم وبتكمل كلامها بانهم مش هيتقابلوا تاني. بعدها بتروح تجري كعادتها كل يوم الصبح وبتتفاجئ بوجود كونغ. فبتلف وبترجع تاني لكنه بيشوفها وبيجري وراها وفجأة بيقع. فهنا هي بتقومه وبتعتذر له. فبيقول لها انت جاي النهارده متاخر ليه؟ دي الساعه عدت 11. بتقول له ايه؟ اوعى تكون. بيقول لها بسببك اتاخرت النهارده عن درسي. فبترد عليه وبتقول له هو انت كنت هنا من الصبح؟ بيقول لها ايوه. وبيدي لها اللعبه اللي هي كانت عاوزاها قبل كده بس ما كانتش عارفه تجيبها. لو فاكر عزيزي المشاهد اني قلت لك ركز من شويه ان دي تفصيله مهمه اهي جت اهميتها حاليا. في الوقت ده بتفرح جدا. وهنا هي بتقول لنفسها انها في اللحظه دي عرفت وتاكدت ان القدر موجود ويقدر يجمع بين اي اتنين. بعدها بيتعودوا ان بعد شغلهم يخرجوا وهم خارجين بيقول لها ايه نطق كلمه جميله بالكوري. فبتقول له ليه؟ وهنا هو بيبدا يكررها كل ما يشوفها. في الوقت ده بيقعدوا سوا في حديقه. وهنا هي بتقول ان ده اول واخر ربيع عدى عليها. وهنا مش بنبقى فاهمين هي تقصد ايه. وبعد مرور 5 سنين في مدينه سيول بنشوفها وهي قاعده وبتكتب وبتحكي ان بعد انفصالها عن كونغ ده انا ما لحقتش افرح يا هونغ وقلت ان خلاص عقدتك اتفكت وان ده العوض يلا كله خير. وبتكمل وبتقول انها رجعت من اليابان وكانت دايما قلقانه. في الوقت ده بنشوفها ان بقى اخيرا عندها كارير وقدرت تحقق جزء من احلامها من ناحيه الادب وانها بقت كاتبه وعندها شركه بتتولى اعمال في انحاء كتيره. في الوقت ده بتكون هي في المكتبه بتشوف طبعه الكتاب بتاعها. وهنا بيجي عليها واحد وبتبان انها تعرفه. فبتساله انت وصلت امتى؟ فبيرد عليها وبيقول لها لسه حالا. وهنا هو بيدي لها تورته. فبتقول له تصدق كان نفسي فيها. هو انت ازاي تعرفني كده؟ فبيقول لها هو انت مش عارفه النهارده ايه؟ فبتقول له لا. وبتبدا تقول كده شويه تواريخ من دماغها. فبيقول لها النهارده عيد ميلاد والدتك. هو انت نسيتي تاني؟ على فكره ده نفس اللي حصل السنه اللي فاتت. وهنا هم بيمشوا. وفي الوقت ده بنشوف هونغ وهي في بيت والدتها وهي بتحضر الاكل وبتقول ان جون هيجي كمان شويه. وبنعرف ان الشاب اللي كلم هونغ في المكتبه ده اسمه جون. بعدها بيوصل جون وهونغ فبتستقبلهم اختها وبتقول له ان عدى وقت طويل قوي يا صهري. فبترد هونغ وبتقول ايه صهري دي؟ ما تخليش الامر محرج اكتر من كده. وهنا هم بيقعدوا ياكلوا سوا والام بتقول انها محظوظه ان عندها صهر زيه. فبتتضايق هونغ وطبعا احنا عارفين هي متضايقه ليه. بعدها بيجي والدها وبيقول لها انا عاوز منك طلب، ممكن تيجي معايا المطار بكره؟ فبتقول له ليه؟ فبيرد عليها وبيقول لها
لها ان المترجم بتاعهم الموجود في شركتهم عنده مشكله وظرف مع عيلته، فسافر واحنا محتاجين مترجم في اسرع وقت. فبترد عليه وبتقول له انها بقالها فتره كبيره ما اتكلمتش ياباني، مش عارف ليه روح المخرج محمد سامي تستحضرني دلوقتي، وبتقول انها هتشوف كونغ. تفتكر عز المشاهد حس الدرامي صادق، وهنا هي بتقول له ايه رايك تروح انت كده كده بتتكلم ياباني. فبيقول لها ان المهمه دي اليوم واحد بس. فبترد عليه وبتقول له انها عندها خطط مع جون بكره. فبيرد جون وبيقول لها عادي مفيش مشكله روحي. بعدها بتعتذر لجون على الموقف اللي حصل وانها مش هتقدر تروح معاه علشان يشوفوا اماكن الفرح. وهنا بنفهم انهم مرتبطين، لا وكمان هيتجوزوا. ايه السرعه دي؟ انت لحقت نسيتي كونغ؟ طب نسيت اللعبه؟ طب انه ساب الشغل علشانك؟ طبعا كل ده في الحماده منه. وتاني يوم بتروح المطار وبيكون معاها المساعد بتاع والدها، والشخص اللي هيستقبلوه بيتاخر في الوصول. وفجاه عزيزي المشاهد في مشهد درامي بحت بيظهر قدامنا حته كده انما ايه طول بعرض ولابس اسود كمان، هوب دبل كيك بيكون كونغ. وهنا بقى يا جدعان انا محتاج سقف على تخمين الجامد ده. وفي الوقت ده بيشوفوا بعض، وهنا بنرجع فلاش باك وبنشوف كونغ في الشقه وبيلاقي فيه ورقه على الترابيزه. فبيفتحها بيلاقي ان مكتوب ما كانش في بينا الحب اللي مش بيتغير. وهنا هو بيطلع يجري على الطريق علشان يلحق هونغ لكن مش بيلاقيها في اي مكان. وفي الوقت ده بيروح على البيت فبيشدوا كده كتاب معين فبيفتحه، وفجاه بيتخيل هونغ بتقول له اقرا الكتاب دلوقتي انت هتحبه، وبيناديها باسم بيني وما بنكونش عارفين الاسم ده قاله ليه. في الوقت ده بقى بنرجع للحاضر وسبحان الله بيكون الشخص اللي مستنيه هو نفسه كونغ. فبتعرفه بنفسها انها هتكون مترجمته النهارده. وهنا هما بيركبوا العربيه وكل واحد فيهم بيقول ان التاني اتغير تماما عن ما كان عليه قبل كده. وفي الوقت ده بيفتكر كونغ وقت ما كانوا بيجروا كعادتها واللي بقى بيعمل زيها كل يوم الصبح، واعترف لها بحبه اخيرا. وهنا هما بيقضوا وقت لطيف مع بعض وبتمر الايام وبيعيشوا سوا، وكل واحد منهم بيذاكر في مجاله. وبتقول له ان اللغه الكوريه واليابانيه متشابهين جدا، فبيقول لها ان اسمها بالياباني بيني وبالكوري هونغ. وهنا عزيزي المشاهد بنعرف ان الاسم اللي كان بيناديه بيها وقت ما كان بيفتكر كان ده اسمها بالياباني وهو اتعود يناديها بيه، وان اسمه بالكوري يون. في الوقت ده بنرجع للحاضر وهم بيحجزوا في الفندق، وبيقول لها كونغ ان عدت 5 سنين وهل انت جيت المطار وانت عارفه اني كونغ؟ بتقول له اكيد لا، لو كنت اعرف انه انت ما كنتش جيت اصلا. بعدها بيطلع اوضته في الفندق وبيطلع اللعبه اللي هي اديتها له لما كسبتها من 5 سنين. وهنا هو بيفتكر لما جت تعيش معاه في نفس الشقه وبيدي لها ميداليه مفاتيح على شكل اللعبه اللي كسبتها. وفي ليله بيخرجوا يسهروا بره في مكان وبيسمعوا عزف لانه عارف انها بتحب العزف على الجيتار بالذات. بعدها بيجي عليهم واحد وبيقول لها كونغ احب اعرفك على والدي. وهنا كونغ بتتفاجئ لانها ما كانتش مجهزه نفسها وهو فاجئها. في الوقت ده بيتعرفوا على بعض والاب بيكون فرحان بيها لانها بسيطه. وفي وسط كلامهم بيقع بلسانه وبيقول لكونغ ان دي طلعت اجمل من البنت اللي هجرتك. وهنا معالم وش هونغ بتتغير وبتتصدم لان كونغ ما عرفهاش حاجه زي كده. وفي الوقت ده بيحاول كونغ يسكت ابوه، عارفين انتوا المثل اللي هو جيت كحاله عمتها، اهو ابو كونغ عمل كده. وهنا هم بيروحوا وبعدها بيحكي لها عن الاكس بتاعته وانها هجرته من غير اي سبب. في الوقت ده بتحاول انها تخفف عنه وبتشجعه انه هيكون كاتب عظيم وانه لازم ينسى اي حاجه مر بيها قبل كده. وهنا هو بيشكرها على وجودها معاه. بعدها بنرجع للحاضر وكونغ قاعد في الفندق فبيجي له اتصال وبيبان ان اللي بيكلمه واحده بتطمن عليه وبتقول له انها عندها محاضره في بلد قريبه من كوريا. وبيظهر من كلامه معاها انه مش مهتم ولا مرتاح في الكلام فبيقفل المكالمه. اعتقد عزيزي المشاهد ان البنت دي وراها قصه وحكايه كبيره وهتطب عليه في كوريا. هل انت رايك من رايي؟ وهنا بنشوف كونغ في جلسه تصوير وبتكون هونغ واقفه من بعيد وبتترجم له الكلام، والمصور بيطلب من هونغ انها تقول يعدل لياقه القميص بتاعته ولكنه مش بيعرف. فبيطلب منها المصور تعدل له اللياقه بنفسها وبتروح تعمل كده. بعدها بيروح لميتنج وبيتسال اذا كان بيعرف يتكلم كوري فبتترجم له هونغ الكلام. فبيرد وبيقول بعرف كلمات التعبير عن الفراق وان حد يشيل التاني، والشخص اللي علمني كده هو الصديق اللي كان بمثابه الهام لروايتي الجديده. فبتساله ممكن تقول لنا مين الشخص ده؟ فبيرد وبيقول اسف مش هقدر لان نهايه قصتنا ما كانتش سعيده عكس نهايه روايتي الحاليه. في الوقت ده بتساله المحاوره انك اخترت مكان معين في الروايه يكون مخزن ذكريات الزوجين، ايه سبب اختيارك لكده؟ في الوقت ده بيفتكر لما كان في المحطه وانها اول مكان زاروه وانهم قضوا لحظات سعيده مع بعض هناك. بعدها بيتمشوا وهنا هي بتقول بيت شعر وانها بتحس بالوحده. فبيرد عليها كونغ وبيقول لها انت بجد بتحس بالوحده؟ فبتقول له احيانا خصوصا يعني لما بتكون مش معايا. في الوقت ده هو بيحضنها علشان يطمنها وبيقول لها انا جنبك ومعاكي دايما. وهنا هم بيكملوا مشي تحت المطر فبتقول له ايه رايك لو نفضل هنا كمان الليله دي؟ فبيقول لها اشمعنى؟ فبترد وبتقول له علشان في شخص عاوز اشوفه. وبعد تردد منه بيقول لها خلاص ماشي اوكي. بعدها بيروحوا لمكتبه كتب وصاحبه المكتبه بتقول لهم للاسف احنا قافلين النهارده وانتم جيتوا على الفاضي. فبتقول لها هونغ انها بنت تشوي فبتفرح صاحبه المكتبه وبتاخدهم على بيتها وبتعمل لهم اكل كمان. بعدها بتتكلم هونغ وبتقول لها ان والدها قال لها اول لما تزور اليابان اجي علشان ازورك. وهنا بتتكلم صاحبه المكتبه وبتقول انها اتعرفت على والدها في الجامعه لانهم دخلوا
الجامعه سوا، وانه كان طالب مشهور لانه كان رئيس النادي، وانا كنت معجبه بيه على الرغم من جنسيته. وهنا هي بتعتذر منهم وبتقول لهم يبداوا اكل وبعدها يكملوا. وهنا هي بتسالهم هيباتوا فين، فبيرد كونغ وبيقول لها انه هيدور على اي مكان علشان يقضوا في الليله دي. فبتقول لهم انهم يقدروا يباتوا في بيتها النهارده لان صعب يلاقوا مكان في الوقت ده من غير حجز مسبق. وهنا بيرد كونغ وبيقول لها لا، بس بتلحقه هونغ وهي بتشكرها بعفويه وحب، وبتقول ان كان نفسها من زمان انها تبات في بيت زي ده. بعدها بيدخلوا يناموا، وبتسال هونغ كونغ لو كان متضايق منها علشان قالت نبات الليله دي في بيتها، فبيرد وبيقول لها اه. فبتقول له ليه؟ احنا بكده هنوفر فلوس بالقعده هنا. فبيقول لها اكيد الست اتفاجئت انك قابلت عرضها وانها قالت كده من باب الادب مش اكتر. بعدها بتبدا تحكي له على ان الست دي اسمها تشا، وبتكون الحب الاول لوالدها، وانها دايما كان نفسها تشوفها وبتتخيل شكلها، لكن في النهايه انفصلوا بسبب ان جدها ما كانش موافق عليها. وبعدها اتجوز امي، وان امي اغلب الوقت بتقول ان بابا بيفتقد حبه الاول، وان عندها ايمان كبير ان الرجاله مش بيقدروا ينسوا حبهم الاول. فبتساله هو احنا ممكن في يوم من الايام ننفصل عن بعض؟ قال لها لا، احنا مختلفين، مش هنبعد عن بعض حتى لو مر وقت والفصول اتغيرت والعالم كمان اتغير، ده مش هيحصل ابدا. في الوقت ده بنرجع للحاضر، والمستضيفه بتساله هل لسه عندك مشاعر تجاهها، قصدها على بطله روايته. وبتقول له يا ريت تجاوب على السؤال ده لانه اثار فضولي جدا، وهل يا ترى انت بتؤمن بالحب زي ما انت كاتب في روايتك؟ في الوقت ده بتسكت هونغ، والمساعد بتاعها بيحاول يخليها تنتبه لانها سرحت بعقلها. فبترجع تاني تترجم له، فبيرد انه للاسف ندمان وانه خلال ال5 سنين ما نساش حبه. في الوقت ده بتعتذر هونغ من الموجودين وبتقول لهم يا ريت ناخد استراحه، والحمد لله المقابله بتخلص على خير. وبتشكره هونغ وبتقول له ان بكره هيكون في مترجم تاني محترف. في الوقت ده بيطلع كونغ على اوضته وبيفتكر لحظه ما هونغ كانت بتصرخ فيه ومنهاره، وبتطلب منه انهم ينفصلوا عن بعض، وبتسيبه وبتمشي. وفي الوقت ده هو بيندم انه سابها تمشي وموقفهاش، علشان كده بيقرر انه ما يعملش نفس الغلطه دي تاني في وقتنا الحاضر، وبيجري علشان يلحقها. وهنا احنا بنشوفها وهي سايقه عربيتها وبتكون بتكلم خطيبها وبتعرفه انها ما كانتش في افضل حال ليها النهارده. وعلى جانب تاني بيجري كونغ علشان يلحقها وبيقف قدامها فجاه، فبيتخض عليها خطيبها وبيسالها انت كويسه، لكن طبعا ما بتعرفش ترد عليه من خضتها. وهنا هو بيركب معاها العربيه وبيفضلوا شويه ساكتين لحد ما بتقف في العربيه في مكان هادي، وبتقول له لو في حاجه عندك عاوز تقولها يا ريت تقولها دلوقتي. وصحيح في حاجه كنت عاوز اسالك عليها، كنت معتقده ان ممكن اسالك وقتها هل ممكن نشوف بعض تاني، لكن ما اعتقدش انه ضروري دلوقتي. نسيت انا كنت عاوز اقول لك ايه، وده من فتره طويله. بيقول لها بيني قال يعني كده هيحنن قلبها عليه. مش سهل برضه كونغ، انا مش عارف منين ابدا، في حاجات كتير انا عاوز اقولها لك. انا عارف ان السنين اللي بعدنا فيها هي اللي كونت المسافه الكبيره دي بينا. وبيقول لها ان دي فرصته الاخيره علشان كده مش هيضيعها. وبيقول لها بيني لو كان في سوء تفاهم بينا انا عاوز انهيه دلوقتي. فبترد عليه برسميه وبتقول له انه فات الاوان خلاص وعدى وقت كبير على الكلام ده، وبتقول له انها تتجوز قريب. فبيتصدم وبتكمل كلامها وبتقول له علشان كده ما تقولش اي حاجه تانية، وبتوصله للفندق تاني. بعدها بتقف في العربيه تعيط وبتتكلم مع نفسها وبتقول انا ما كنتش عارفه اني هقدر على نسيانه وليه ظهر في الوقت ده بالذات. وفي الوقت ده بيرن التليفون بتاعها وبيكون خطيبها جون بس ما بتردش. في نفس الوقت بتكون امها قاعده مع اختها وبيتفرجوا على صور فساتين الفرح وبتحاول تختار المناسب منهم لهونغ. في الوقت ده بتدخل عليهم هونغ وبتسلم عليهم وبتدخل على اوضتها على طول من غير حتى ما تقعد معاهم. في الوقت ده بتيجي اختها علشان تطمن عليها وبتقول لها ان جون اتصل يطمن عليكي لانه مش عارف يوصل لك، وبتدي لها كتاب وبتقول لها ده من والدك اقرأيه هيفيدك، وبيكون اسم الكتاب ما بعد الحب. في الوقت ده بتفتكر لما كانت راجعه في الطياره وان كونغ حتى ما حاولش يلحقها ولا يوقفها وانه استسلم بسهوله. وبتوصل كوريا وبتخرج من المطار بتلاقي جون واختها مستنيينها بره. في الوقت ده بتقول لها اختها ان ابوكي تعبان في المستشفى، فبتروح له تطمن عليه وهي مخضوضه. ولما بتوصل بتزعق لها والدتها لانها سافرت من غير ما تعرفهم. وبتمر الايام وبتساعد ابوها في شغله لحد ما بيتعافى. وبنشوف ان جون مش بيسيبها وبيدعمها كمان، ده بيقف معاها في كل حاجه، وانه كان دايما بيحاول يكون معاها لكن كانت هي اللي بتبعد عنه وبتتجنبه. علشان كده هي من اللحظه دي بتقرر ان كل حاجه انتهت واي حاجه حصلت قبل كده لازم تنساها وتبدا من جديد. في الوقت ده بنرجع تاني للحاضر وبنشوف كونغ اللي هو السيد ساسي بيقابل المترجمه الاساسي اللي هتكون معاه من النهارده، وبيكون في مقابله وبتساله المحاوره ايه افضل جزء او بيت من قصيدتك انت بتحبه او الاقرب لقلبك. بس للاسف بيكون سرحان لدرجه ان المترجمه والمحاوره بيكلموه بس مش بيكون مركز، فبيطلب منهم يقولوا السؤال تاني. وهنا بتخلص المقابله على خير وبيقول للمترجمه هو الشخص اللي ساعدني امبارح في الترجمه مش هيجي تاني؟ وهنا بيكون قصده على هونغ. فبتساله هل انت عاوز تتكلم معاها؟ فبيقول لها لا عادي. فبتكون المترجمه هتمشي لكنه بيوقفها وبيقول لها وانا ممكن اخد رقم الانسه هونغ؟ ما كمل اول يا معلم، كان لازمتها يعني الكاريزما دي. وهنا هي بترد عليه وبتديها له في منتصف الجبهه وبتقول له انا لازم اسالها الاول اذا كانت موافقه على ان اديك الرقم ولا لا. وهنا هي بتقول له انها عايشه في منطقه اسمها بوندانغ بس ما اعرفش
عنوانها بالتفصيل، بس هي قريبه من بحيره. في الوقت ده بتدخل عليه واحده وبتقول له كونغو على اساس يعني انها بتدلعه بقى وكده، وبيتفاجئ من وجوده لدرجه انه بيقف زي الصنم مش عارف يرد. وهنا بنرجع بذكريات كونغ في الماضي لما كان قاعد في مطعم وحزين وفي مجموعه صحاب قاعدين، وحد منهم بيلاحظ انه ساكت، فبيرد واحد تاني وبيقول ان صاحبته سابته، وبتكون قاعده البنت اللي دخلت عليه من شويه، وبنعرف انها اصلا كانت مرتبطه بيه قبل ما هونغ ترتبط بيه، وانها برضه سابته تقريبا كده. هو بيطبق مقوله الفنان احمد سعد: هو انا مكتوب على وشي تعال جرحني وامشي، طب اكلم مين يلحقني واصرف انا مين؟ معلش يا جدعان التلوث اللي انتوا سمعتوه ده، بس يعني قشطه يعني ما جاتش عليا. تعالوا بقى نرجع لمسلسلنا ونشوف ايه اللي هيحصل. في الوقت ده بيسالها واحد من القاعدين وبيقول لها رجعتي له، لان عاده لما اتنين بينفصلوا بيرجعوا لبعض مره تانية. فبيرد واحد تالت وبيقول ده انا كنت فاكره مشغول بالكتابه، وبيتكلم عن نفسه انه ما عندوش وقت خالص علشان يعني بيكتب كتير وكده، وكان في الاخر مشغول بالمواعده والارتباط كل شويه مع واحده. وهنا بيسمعوا كونغ وبيتضايق وبيسيبه وبيمشي، فبتلحقوا البنت دي وبتقول له باين عليك الحزن قوي، وبتقول له يا اخي ما كانش باين عليك كده لما انفصلنا عن بعض. بيقول لها بس احنا ما انفصلناش، انت اللي سبتيني. فبترد عليه تكسفه وبتقول له شكلها برضه عملت فيك كده، هو انتوا جايبيني هنا تزقوني ولا ايه؟ ما خلاص يا حاجه. فبتقول له لو كان الموضوع مؤلم بالنسبه لك وجرحك قوي كده، ايه رايك لما نرجع تاني لبعض؟ وطبعا علشان اخونا قلبه كبير فقشطه يعني يلا بينا. وبنرجع بقى تاني للحاضر وبنشوف كونغ وهو قاعد معاها، وبيقول لها انت جيتي ليه؟ مش المفروض انك مشغوله؟ فبترد عليه وبتقول له ده انت الكاتب النجم اللي حيلتنا. وهنا هي قصدها الشركه اللي هي بتشتغل فيها، وبتكمل كلامها انه مهم انها تكون معاه لان ده مهم جدا للشركه، وده بمثابه اعلان وترويج للشركه. فبيقول لها ما تقلقيش، دار النشر الكوريه فيها اشخاص منها مهتمين بيا. فبترد عليه وبتقول له ان امها موجوده اليوم الثلاث، ومن هنا لحد اليوم ده هي هتفضل موجوده معاه وتهتم بيه. وهنا بيجي المساعد تبع دار النشر وبيتعرف عليها وبيشكرها على وجودها هنا. بعدها بنشوف هونغ مع خطيبها جون وهم بيختاروا الفستان والبدله، وفي الوقت ده بيكون بيكلمها بس هي بتكون سرحانه. فبيلاحظ جون انها متغيره وبيقلق، وبعدين بيروح يقيس البدله بتاعته، وبعدين بيجي دور هونغ انها تقيس الفستان وبتتاخر جوه. فبيقلق عليها جون بس هي بتكون متوتره وخايفه لدرجه انها خايفه تبص لنفسها في المرايه، وبتقرر تخرج. بس في الوقت ده بتفتكر الفستان اللي شافته مع كونغ وكانت معجبه بيه. في الوقت ده بنشوفها وهي قاعده مع صاحبتها جي، وبتحاول تبين انها متحمسه غصب عنها. فبتواجهها جي وبتقول لها لو هتفضلي على وضعك كده فالافضل ليكي ما تتجوزيش، وبعدين ده شكله حلو وعنده وظيفه، ده دكتور يا بنتي والف واحده تتمناه. انا سامع صوت الام المصريه حاليا وهي بتنصح بنتها. في الوقت ده هي بتسكت وبتقلق جي اكتر من ردة فعلها، وبتقول لها انت كويسه؟ فبترد هونغ وبتقول لها ده موجود في كوريا. فبتقول لها جي هو مين؟ بترد هونغ وبتقول لها كونغ موجود هنا في كوريا. وفي الوقت ده بتفتكر انها كانت مع كونغ في كل وقت تقريبا، وانه كان بيشتغل كتير وما عندوش وقت ليها، علشان كده كانت بتروح له الشغل علشان تساعده وتخفف عنه. وان في مره هو اتاخر في الرجوع للبيت وهي قلقت عليه وكان مع صاحب الشغل بتاعه بيشربوا، وان صاحب الشغل طلب من كونغ يساعده يتقرب من اللي بيحبها، وانها جات لها الموافقه على قبولها في الجامعه. وفي الليله دي خرجت تجري، بس للاسف كان في حد بيحاول يعتدي عليها في الطريق وبيقول لها انت دايما بتجري لوحدك، وبيكون عاوز يقرب لكن هي بتهرب منه، بس في الاخر بتقع. وبعدها بتروح لمركز الشرطه وبيحاول الضابط يكلم كونغ لكنه مش بيرد، والضابط بيقول لها ان صديقك مش بيرد. فبتتضايق وبتزعل وبتحس انها لوحدها. وبعدها بتروح المستشفى وبتلبس كده حاجه في رجليها علشان الوقعه اللي وقعتها، والدكتور بيقول لها انت مش معاكي حد يساعدك لانك مش هتعرفي تمشي بالبتاعه دي. في الوقت ده هي بترن على كونغ لكنه مش بيرد لانه طبعا كان مشغول في شغله. وبعدها بنشوف ابوه معاها في المستشفى، فهنا بنفهم انها كلمته يجي يساعدها. وبعدين بتروح على البيت وهنا هي بتكون مستنياه في البيت، وبيرجع كونغ اخيرا. فبتساله هو انت تليفونك ضاع؟ فبيقول لها لا بس كان عندي زباين كتيره ومعرفتش ارد. فبترد عليه وبتقول له ده انت دايما مشغول بسبب شغلك، هو الشغل ده اهم مني؟ فبيقول لها انت بتقولي ايه؟ فبتقول له دي الحقيقه واللي انا شايفاه. فبيقول لها انا لازم اشتغل كتير علشان اعرف ادخل الجامعه وعلشان مصاريفها. فبتقول له هو انا ليه لازم اكون وحيده دايما؟ بيقول لها وحيده دايما وانه بيشتغل وبيعمل كل حاجه علشان يعرفوا يكونوا مع بعض. فبتقول له كل حاجه؟ انا تعبت اكتر من فكره ان الشخص الوحيد اللي في حياتي مش معايا. في الوقت ده هو بيحضنها وبيحاول يهديها. بنرجع بقى تاني للحاضر وهنا بتتفق جي مع هونغ انها ما تفكرش فيه وتنساه وتركز في حياتها الجديده افضل. وفي الوقت ده هي بتقتنع بكلامها. بعدها بيروحوا للمطعم وبالصدفه بيكون جون هناك، فبتقعد معاه هونغ. في نفس الوقت بيكون كونغ قاعد مع صاحبته في مطعمه وبتناديه باسم يون، وبتقول له ان ده مرادف اسمك بالكوري، وان الحقيقه ان انا جيت هنا علشان افوز بيك واخليك تحبني من جديد. وهنا هما بيخلصوا
الاكل وبتقول له انت شكلك تعبان فممكن تروح تنام. فبيقول لها طب وانتي؟ بتقول له لا هسهر شويه. وهنا بيرجع كونغ على اوضته في الفندق. في نفس الوقت بيكون جون وصل هونغ للبيت وبتدخل اوضتها وبتفضل قاعده كده تفكر في كونغ اللي بيكون برضه بيفكر في كلامهم اللي كانوا بيتكلموه في العربيه. وفجاه بيخبط باب اوضه كونغ وبيروح يفتح وبيتفاجئ ان اللي بتخبط هي صاحبته وبنعرف ان اسمها كانا. فبتحضنه وبتطلب منه يتجوزها. خبط لزق كده على طول، خير البر عاجله. في الوقت ده بيصحى كونغ من النوم وقبلها كان بيحلم بهونغ. وفي الوقت ده بتجيله مكالمه من كانت بتفكره بميعادهم النهارده الساعه 1 الظهر وبيقول لها انا اسف بس انا تعبان ومحتاج ارتاح شويه. بتقول له خلاص اوكي ارتاح لانه بكره حفله توقيع الكتاب وده حدث مهم. في الوقت ده بيقعد كونغ وبيكلم نفسه انهم معقوله شافوا بعض مره تانية؟ يا ترى دي فرصه علشان نبدا من جديد ولا دي اشاره على انها النهايه؟ وفي الوقت ده بيعمل سيرش عن المنطقه اللي عايشه فيها هونغ. بعدها بينزل وبيطلب من الاستقبال يجهزوا له تاكسي وبيكون بيتكلم بالياباني تقريبا كده هيروح لهونغ. بعدها بتصحى هونغ وبتنزل فبتلاقي ان والدها بيتكلم مع حد تبع الشركه وبيقول له ان الكاتب ساسي لغى مواعيده كلها النهارده. فبيرد بانه عادي وكده كده النهارده اجازه فبراحته يعني. طبعا بتكون هونغ سامعه كل ده ومستغربه. بعدها بنشوف اختها بتطلب منها الجيتار وبتديهولها وبتشوف شنطتها اللي فيها حاجات خاصه بعلاقتها مع كونغ. في الوقت ده بيركب كونغ التاكسي والسواق بيقول له انه ما راحش البحيره دي قبل كده وانه يعرف انها كبيره. فكونغ بيقول له نزلني عند مسار البحيره وانا اسف ان تعبتك معايا. فالسواق بيقول له ولا يهمك دي مهنتي. في الوقت ده بقى بنرجع تاني لهونغ اللي بتكون مع والدتها وهي بتسالها انت اخترتي فستان ولا لسه؟ فبتقول لها لا لسه. فوالدتها بتقول لها انجزوا شويه ده انتوا لو بتشتروا شقه كان زمانكم اشتريتوها. وهنا بتسكت هونغ فبتقلق امها وبتقول لها انت كويسه انت وجون؟ وبتقول لها بعصبيه وقلق هو انت اتخانقتي معاه؟ انت لازم تحافظي عليه لانه بيحبك. خد بالك عزيزي المشاهد ان امها بتضغط عليها في موضوع الجواز وده اللي بيخليها ما تكونش حابه اللي بتعمله ازيد. في الوقت ده هي بتحضن امها وامها بتستغرب وبتقول لها انت بتعملي ايه؟ بتقول لها انا متعوده احضنك كده من وانا صغيره. فبترد على امها وبتقول لها ده كان وانت صغيره لما كنت بتسمعي كلامي كنت جميله في الوقت ده. وفي الوقت ده بتسال هونغ امها وبتقول لها انت بتحبي جون؟ فبترد وبتقول لها اكيد انا اعرفه من وهو صغير ومجتهد في شغله وحنين على اسرته، ده غير انه متمسك بيكي وبيحبك وواقف معاكي في كل حاجه تقريبا ومش من السهل انك تقابلي راجل زيه، ده يكفي انه مستحملك بكآبتك دي. في الوقت ده هي بتفتكر لما كانت في اليابان ومديرها في الشغل ادالها دعوه زفاف وما كانتش مصدقه انه هيتجوز وزمايلها في الشغل كانوا فرحانين بس بتكون زعلانه وحد من زمايلها بيسالها مالك فبتسكت. فالمدير بيهزر معاها وبيقول لها انت زعلانه اني هتجوز؟ انا اسف اني مش معجب بيكي. فبترد خطيبته وبتقول لها كنت تعالي انت الاول كنت نجدتني منه. فبترد عليهم وبتقول لهم انها لما وصلت اليابان ما كانش عندها عيله ولا اصحاب ودلوقتي بقى عندها عيله واصحاب ما كانتش تحلم بيهم ومبسوطه انها معاهم. وبنرجع بقى تاني بالليل وبالليل بتدي كارت الدعوه لكونغ وبتقول له ان المدير اخيرا هيتجوز وعازمنا وعاوزك بالاخص ومستنيك، ده كان مهتم بيها لدرجه انه بيقول لي تحب تاكلوا ايه وفي كوريا ما حدش بيعمل كده اصلا. فبيرد عليها وبيقول لها مش عارف اذا كنت هقدر اجي ولا لا. فبتقول له يعني علشان شغلك انت لازم تيجي معايا مش هينفع اروح لوحدي وكمان لازم نفكر في هديه. فبيسكت كده شويه وبيبص لها باستغراب فبيقول لها هديه؟ بتقول له ايوه. فبيقول لها طيب اللي تشوفيه. بعدها بتكلم صاحبتها علشان تاخد رايها وتسالها عن حفلات الزواج في اليابان لانها عمرها ما حضرت حفلات هناك. فبتقول لها انها لازم تجيب هديه وتكون قيمه، ده لان اقل واحد هنا بيهدي العروسين ب $300 وده مبلغ كبير. في الوقت ده بتقلق هونغ ازاي هتجمع المبلغ ده وبتكمل صاحبتها انها لازم تلبس شيك لان الكل هنا بيلبس لبس غالي جدا. بعدها بتبدا تشوف هتلبس ايه بس مفيش حاجه بتعجبها. وفي الوقت ده بتنزل تتمشى مع كونغ وبالصدفه بتشوف فستان عروسه وبتدخل تقيسه وكونغ في الوقت ده بيكون معجب بشكلها قوي وبيقف مذهول كده من جمالها الصراحه يعني عنده حق. وفي الوقت ده بيروح كونغ يستلف بدله من صاحبه وصاحبه بيقول له لو لسه بتدور على شغل بدوام جزئي موجود في شركه نشر. فبيرد كونغ انه هيتصل بيهم ويروح المقابله. وتاني يوم بيلبس البدله وبيروح للشركه وبيقابل المدير اللي بيساله انت بدات في روايتك؟ فبيرد عليه كونغ وبيقول له لسه. فبيرد عليه المدير وبيقول له انا كنت متاكد انك بين كل زمايلك هيكون لك مستقبل باهر وبيقول له تقدر تبدا شغل من النهارده لان في 2 استقالوا فجاه. فبيبص كونغ كده في ساعته لان المفروض ان فرح مدير هونغ النهارده وخايف يتاخر بس بيوافق يبدا شغل. في الوقت ده بتروح هونغ الزفاف اللي بيكون باين عليه فعلا انه راقي وبيجي زمايلها في الشغل يسلموا عليها وبيسالوها عن كونغ. فبترد عليهم وبتقول لهم ان هو في مقابله شغل وهيتاخر شويه. فبيقول لها حد من زمايلها جاهزه تغني النهارده؟ فبترد عليه وبتقول له انها خايفه لانها ما غنتش من زمان وخصوصا يعني في حفل زفاف فدي اول مره هتعملها ومتوتره جدا. في الوقت ده هي بترن على كونغ لكنه مش بيرد لانه مشغول في شغله الجديد. بعدها بتطلع تغني اغنيه كده رومانسيه والكل بيعجب بصوتها قوي. وهنا بيوصل كونغ متاخر لدرجه ان بيكون الفرح خلص خلاص فبيزعل جدا
لانه عارف ان اكيد هونغ زعلانه وهتتضايق منه. بعدها بيروح كونغ للبيت وبتكون قاعده هونغ وزعلانه، فبيعتذر لها وبيقول لها هو انت زعلانه؟ في الوقت ده هي بتسكت، فبيقول لها ان دار النشر اللي كان بيحلم يشتغل فيها وافقت عليه وطلبت منه يبدا فورا. فبتقول له واخده بالي، وسبحان الله يعني اشتغلت النهارده، يعني ما حبكتش يوافقوا غير النهارده. فبيرد يقول لها ان كان في مكان وفي حد استقال وكانت فرصه ما ينفعش اضيعها. فبتقول له طيب ماشي، وانها هتنام. وفي الوقت ده هو بيلاقي هدايا، فبتقول له انها هدايا شكر منهم. فبيقول لها ان هو مش هينفع يقبلهم علشان ما بعتش ليهم حاجه وكمان ما حضرش. فبترد عليه وبتقول له انها بعتت وحضرت. وهنا هي بتتضايق وبتنزل تخرج. في الوقت ده بقى بنرجع للحاضر، وبتكون هونغ بتجري على جسر البحيره وبيشوفها كونغ وهي بتجري، بتشوفه من بعيد وبيقف على امل انها تقف ويتكلموا، لكن اللي بيحصل انها بتكمل جري وبتعدي من جنبه وما بتقفش. فبيستغرب جدا وبيكون على وشه علامات الحزن والزعل. وبالليل بتكون هونغ قاعده، فبيجي لها رساله من خطيبها جون علشان يفكرها بميعادهم بكره على الغدا. بعدها بتدخل عليها اختها وبتدي لها ظرف وبتقول لها انه كان في الجيتار، فبتاخده لكن مش بتفتحه. وتاني يوم الصبح بيكون في عدد كبير من الجماهير قدام دار النشر علشان خاطر توقيع روايه كونغ، وبيتصادف ان ده يوم ميلاده. بعدها بيجي حفله توقيع الكتاب، وبتسال المحاوره كونغ لو كان عاش نفس التجربه زي ما هي عاشت نفس التجربه الانوثيه، لانها كانت بتحب حد وكان مهتم بشغله وسابوا بعض، يعني نفس البطله. فبيرد عليها وبيقول لها وانه حابب يعتذر لشخص كمان، وعرف انه غلط وندمان على غلطه ده، وان كل ده كان في الماضي وما كانش عنده الوعي الحالي. وفي الوقت ده بتكون واقفه هونغ وسامعاه، لكن الكلام مش بيأثر فيها قوي يعني. بعدها بتطلب المحاوره منه انه يبدا يوقع على الكتاب، وفعلا بيبدا توقيع. وفجاه بيقف قدامه جون اللي هو خطيب هونغ وبيقول له هو انت تعرف هونغ؟ فبيرد عليه وبيقول له ايوه اعرفها. في نفس الوقت بتكون واقفه هونغ في الشارع وماسكه الظرف اللي كان في الجيتار اللي اديته لها اختها. في الوقت ده بيطلب جون من كونغ لو ينفع يتكلموا بس مع بعض لمده دقيقه، وفعلا بيطلب انه ياخد استراحه. بعدها بيطلعوا يتكلموا بره القاعه، فبيقول له كونغ ازاي اقدر اساعدك؟ فبيرد عليه جون وبيقول له من فضلك ابعد عن هونغ لانها خطيبتي. فبيرد عليه كونغ وبيقول له ان اكيد في سوء تفاهم، لان مفيش اي حاجه بيني وبين هونغ غير يعني موضوع الترجمه وتوقيع الكتاب مش اكتر. فبيرد عليه جون بعصبيه وبيقول له الكتاب، انا اكتر حاجه بكرهها الكتاب ده، وانت منافق جدا وده مثير للاشمئزاز بالنسبه لي، ومش مهم ابدا انت كتبت الكتاب ده ليه وخصوصا دلوقتي، فمن فضلك ابعد عن هونغ لان انا هتقدم ليها النهارده. فبيرد عليه كونغ وبيقول له ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن توعدني انك مش هتخليها تحس بالوحده ابدا؟ فبيرد عليه جون وبيقول له بس كده؟ ده موضوع سهل جدا. وفي الوقت ده بيرجع كونغ لقاعه التوقيع، وهنا بتتكلم معاه كانا وبتقول له انها عازماه على العشاء علشان في كلام عاوزه تقوله له فهتستناه. وفي الوقت ده بنشوف هونغ وهي بتفتح الظرف وبيكون جواب من كونغ وبيقول لها انه مفتقدها، ومن وقت ما مشت وسابته وهو مش عارف يتخطى ده، وكأن الزمن وقف عند النقطه دي، وبيعتذر انه سابها تمشي وما كانش ينفع يسيبها تعمل كده بالسهوله دي، وانه ندمان انه ما قدرش يعمل حاجه وقتها. وبيقول انا هشتغل علشان انا حاسس ان ده هيوصلني ليكي وهيخلينا نتقابل مره تانية يوما ما. في الوقت ده بيرجع جون على المستشفى وزميله بيقول له عندي ليك مفاجاه من العيار التقيل لمناسبه زفافك. فبيقول له ايه؟ فبيقول له انت جالك عرض من رئيس المستشفى انك هتسافر امريكا علشان تشتغل هناك، وانت عارف ان دي فرصه لاي حد هنا وكلنا هنموت عليها. وعلى عكس المتوقع بيزعل جون وبيحس انه تايه، مع ان المفروض يعني اي حد مكانه المفروض يفرح. بعدها بنشوف كونغ في دار النشر وبيقابلوا والد هونغ اللي بيشكره جدا انه تعاون معاهم وجه من اليابان مخصوص علشان يوقع كتابه هنا، وانه سعيد بالتعاون معاه. بعدها والد هونغ بيقول له انا قرأت الكتاب وعاوز اسالك سؤال، هل الحب في الواقع ليه نهايه؟ احنا كده كده عارفين ان هو ليه بدايه، لكن هل ليه نهايه من رايك؟ فبيقول له لا. فبيقول له انت بتتكلم ياباني بطلاقه. فبيرد وبيقول له ان انا اشتغلت صحفي في اليابان لمده 5 سنين وكتابك اثر فيا جدا. بعدها بتيجي هونغ وبتشوفهم من بره، وهنا هي بتخاف كده اللحظه. بعدها بيكون كونغ هيوقع على الكتاب للموظفين، وهنا بيشوف اللعبه اللي كسبها الهونغ فبيفرح وبيسال عنها، لكن الموظفه بتقول انها مش هنا. وبالليل بيكونوا كلهم قاعدين في مطعم علشان يحتفلوا بعيد ميلاد كونغ، وبتيجي هونغ متاخره. بعدها في موظفه بتساله سؤال وبتقول له ايه اللي حصل بينك وبين السيده اللي كتبت عنها في الروايه؟ ايه اللي حصل بقى في الواقع؟ فبيقول لها في الروايه فهم عندهم نهايه سعيده، لكن في الواقع ما حصلش ده، وللاسف سابتني ورجعت لكوريا من غير حتى ما تقول لي كلمه واحده. وفي الوقت ده بتفتكر هونغ اخر ليله ليها كانت في اليابان، واللي كانت السبب في انهم ينفصلوا. كان وقتها الجو بيمطر واختها رنت عليها وقالت لها احنا في مشكله كبيره وان شركه ابوك هتفلس تقريبا، وهو تعب وقتها. في الوقت ده هي بتخاف وبتقلق لانها لوحدها، وبترن على كونغ وكالعاده يعني ما بيردش لانه مشغول. فبتقعد حزينه لانها مش عارفه تعمل ايه لوحدها. وهنا بيرجع كونغ متاخر كعادته وبتعاتبه هونغ وانه سايبها لوحدها في بلد غريبه عنها ومش عارفه تعمل حاجه، وبتنهار من العياط. وفجاه بتقول له من
وبتنفصل. في الوقت ده بتفوق هونغ من ذكرياتها وبتسأله يعني انت مشاعرك ما اتغيرتش من ناحيتها؟ فبيرد عليها وبيقول لها لا. في الوقت ده بتعتذر انها لازم تمشي علشان عندها مشوار مهم. وهنا هي بتروح بسرعة لجون اللي بيكون مستنيها بقاله كتير في المطعم زي ما اتفقوا. وهنا هي بتعتذر منه على تأخيرها ده، وبعدين بيطلبوا اكل. وبعدها بيقول لها انا عندي اخبار حلوة، انا عندي تدريب وشغل في امريكا، فايه رأيك لو نبدأ حياة جديدة سوا في مكان جديد؟ وبيقدم لها خاتم زفاف وبيقول لها انا مش عاوز غيرك ومش هسيبك لوحدك. فبترد عليه وبتقول له انا مش عارفة مالي، بس انا مش عاوزة كده. وبتقول له انا اسفة بس انا مش عارفة انساه. في مشهد مؤثر كده وبتعيط وبتقول له ان حتى لو احنا اتجوزنا انا برضو مش هعرف انساه، انا حاولت بس ما عرفتش، انا ممكن اعيش لوحدي لكن برضو هفتكره. فبيرد وبيقول لها انا كنت بتمنى تحبيني. فبتقول له انا اسفة. وهنا هي بتقوم وبتمشي. بعدها بتركب عربيتها وبتكلم موظف تسأله عن العشاء لو خلص. فبيقول لها وان السيد ساسي بقى دلوقتي في الفندق. وطبعا هي بتكلمه اصلا علشان تعرف اذا كان موجود معاهم ولا لا. بعدها بتروح على الفندق وبتشتري ورد وبتحاول تعرف رقم اوضته من الاستقبال، لكنها بتقول لها مش هتقدر تقول لها غرفة كام، لكن هو في الطابق الاول وهو في البار دلوقتي. ولما بتطلع بتلاقيه قاعد مع كانا، وفي الوقت ده بتشوفها كانا. وبعدها بتمشي هونغ من صدمتها. فبتقول له كانا اعتقد ان هي فاكره عيد ميلادك. فبيقول لها قصدك مين؟ بتقول له البنت اللي انت مش قادر تنساها لحد دلوقتي، لانها كانت هنا من شويه ومشت من ثواني لما شافتني معاك. في الوقت ده بيقوم جري علشان يروح لها، وهي بتكون قاعده بره ومصدومه. وفي نفس الوقت امها بترن عليها لكنها ما بتردش وبتتجاهل مكالماتها. وبيطلع كونغ بره لكنه مش بيلاقيها. فبيرجع اوضته حزين. وتاني يوم الصبح بيفطر كونغ مع كانا. فبتنصحه بانه لازم يتكلم معاها ويعرفها هو حاسس بايه وانك لسه بتحبها. يعني انت مش بتتكلم كتير بس لازم تتكلم معاها علشان ما تضيعش من ايدك مره تانية. وهنا هو بيستغرب انها بتساعده وبتكمل كلامها انها هتتمنى له السعاده معاها. في الوقت ده بنشوف هونغ في المكتب وبتكون طبيعيه جدا وبتبدا شغلها، بس بتلاحظ تاريخ 24 عليه دايره وبتستغرب. بعدها بتقعد مع صاحبتها في كافيه وبتسالها صاحبتها كونغ سافر؟ فبتقول لها لا. طب هيسافر امتى؟ فبترد وبتقول لها بكره. وبتقول لها انت كويسه؟ فبتقول لها ايوه. وهنا هي بتستغرب من ردودها اللي على القد وبتتعامل عادي جدا وكأن مفيش حاجه حصل. في الوقت ده بنشوف كونغ في العربيه وموظف دار النشر بيقول له ان عندهم مقابله الساعه 2. فبيطلب كونغ لو يعدوا على المكتب شويه في وقت الاستراحه. فبيوافق الموظف. بعدها بيروح المكتب بس مش بيلاقي هونغ وبيزعل، بس بيسيب اللعبه اللي معاه جنب اللعبه بتاعتها علشان تفتكره. وهنا هو بيشكر الموظفين وبيمشي. بعدها بتوصل هونغ للمكتب وبتشوف اللعبه وبتستغرب. في الوقت ده بنشوف كونغ في المقابله والمحاوره بتساله هل لما الحب ينتهي او اتنين ينفصلوا عن بعض هل بيفضل اي مشاعر عندهم زي الحنين او الاعجاب؟ فبيرد وبيقول لها اكيد، وان الحب مش بينتهي وبتفضل المشاعر موجوده. وهنا بتخلص المقابله وبيطلب من المترجمه لتاني مره تديله رقم هونغ. فالمره دي بتقول له حاضر هبعته لك في رساله. وهنا هو بيسجل رقمها وفي نفس الوقت هي بترن عليه. انا دلوقتي بيحضرني اغنيه خالد سليم والمشهد ذات نفسه بيتكرر وهو بيقول اهدى يا قلبي اهدى واستنى، حلم ده ولا بتمنى، هو ده حبيبنا هي دي الرنه، اخيرا لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه والله. بعدها بيناديها بالاسم اللي هم متعودين عليه وبيقول لها بيني، وبيشكرها انها اتصلت بيه وهي بتشكره على ميداليه اللعبه. وبيقول لها ان الافضل يكونوا معاك الاتنين. وهنا هي بتقول له انا كلمتك علشان اودعك. فبيقول لها ينفع نتقابل دلوقتي؟ بترفض في الاول لكنه بيصر على انهم يشوفوا بعض. وهنا هو بيستناها في مطعم فبتجيله وبتقعد معاه وبتقول له انهم لازم يخلصوا كلام بسرعه لان عندها مقابله مع صديقها. فبيقول لها شكله بيحبك وكمان مناسب ليكي. فبترد عليه وبتقول له فبيقول لها ده قال لي انه هيتقدم لك. فبتقول له عمل كده، وعلشان ما يحصلش سوء تفاهم انا كلمتك بس علشان اشكرك قبل ما ترجع لبيتك، وان اشكرك على انك حبيتني في الوقت اللي فات، واني كمان اسالك انت ليه ما منعتنيش من السفر في اليوم ده وليه جيت هنا في الوقت ده بالذات. في النهايه اللي كان مهم هي اللحظات اللي كان فيها حب بينا وقتها. فبيرد وبيقول لها انا اسف لاني ما فكرتش بجديه وقتها عن قد ايه انت كنت حاسه انك وحيده في بلد غريبه، وان كنت غبي اني كنت مهتم بالشغل في حين ان انت اهم، وده السبب البسيط اللي بسببه انا كتبت الكتاب ده. وهنا هي بتستأذن انها لازم تمشي وللمره التانيه بيسيبها تمشي عادي ولا كأن في حاجه حصلت، يعني ما بيتعلمش من اخطائه. وتاني يوم الصبح الموظفه اللي في الفندق بتدي الكونغ ورد وبتعتذر انهم ما كانوش يعرفوها، وطبعا ده الورد اللي جابته هونغ ووقع منها لما شافته قاعد مع كانا. وهنا هو بيكون موجود في الطياره وبيشوف الكارت الموجود على الورد مكتوب في انها اسفه عن اللي حصل قبل كده وبتتمنى له عيد ميلاد سعيد. فبيتأثر كونغ والاول مره بيعيط. وفي الوقت ده بتطلع الطياره بس مش بنكون عارفين هل هو سافر فعلا وكده خلاص هي دي النهايه. بس بعدها بنشوف هونغ بتجري وفجاه بيظهر كونغ وبيجي جنبها وبيقول لها ان من وقت ما سابته وهو كل يوم بيجري علشان يحس نفس المشاعر والشعور اللي كانت بتحسها، وكنت دايما بفكر فيكي
وانك وحشتيني، وان وقتها انا ما كانش عندي اهميه اكتر من الشغل وقصرت معاكي وانا اسف. فبترد عليه وبتعتذر له لانها برضه ما حسيتش بيه وضغطته لان هو كان برضه بيحس بالالم والوحده. فبتقول له احنا الاتنين كنا غلطانين. وهنا هو بيمسك ايديها وبيتعهدوا يبداوا حياه جديده، وان شاء الله يخلفوا لنا شويه كتاكيت صغيرين كده. اكتبوا لنا في التعليقات ايه رايكم في تصرفها، انها اختارت تكمل مع اللي بتحبه مش اللي بيحبها على الرغم من انها مرت بمعاناه معاه. وهل فعلا هو هيتغير وهيعرفوا يتعايشوا مع بعض ويغيروا من اخطائهم؟ انت ايه رايك عزيزي المشاهد؟ سلام عليكم.